بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ما زلنا نتحدث عن تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه للأمة عن التباغض والتدابر والتباعد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآيات الدالة على تحريم التباغض والتقاطع والتدابر، ذكر أحاديث منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا. هذه 4 أشياء نهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. أولا، التباغض نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى لو وقع في قلبك بغض لإنسان فحاول أن ترفع هذا عن قلبك وانظر إلى محاسنه حتى تمحو سيئاته. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا حيث قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة. ما معنى لا يفرك مؤمن مؤمنة؟ يعني لا يبغض المؤمن المؤمنة، حتى يعني يقصد بها زوجته يعني أو أخته أو أمه، ولكن يراد هنا في الحديث أنها الزوجة يعني. لا يفرك مؤمن مؤمنة، زوج زوجته إن سخط منها خلقا رضي منها آخر، وهذا من الموازنة بين الحسنات والسيئات. بعض الناس للأسف الشديد ينظر إلى السيئات فقط والعياذ بالله فيحكم بها وينسى أن هناك حسنات، وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات، وهذا خطأ وهذا خطأ. والعدل في ذلك أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا، وأن يميل إلى الصفح والعفو والتجاوز، فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس. فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء، وذكر نفسك دائما بمحاسنه. ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء معاملة، لكنه رجل فاضل طيب محسن إلى الناس يحب لهم الخير. تذكر هذه المحاسن. إن تذكرت هذه المحاسن زال ما في قلبك نحوه من بغضاء وكره يعني، حتى تكون المعاملة السيئة التي يعاملك بها مضمحلة منغمرة في جانب السيء الحسنات. كذلك أيضا لا تناجشوا، والمناجشة الزيادة في الثمن بغير إرادة الشراء، تزيد في الثمن وانت مش عايز تشتري. مثلا رأيت سلعة ينادى عليها في السوق ثمنها مثلا 100 ريال وهو يريد شراءها، فناجشت عليه وقلت ب110. دخلت انت في البيع قلت ايه؟ ب110، وانت لا تريد الحقيقة ان تشتري، ولكن تريد ان يزيد الثمن على المشتري، وهذا حرام وعدوان. أما لو كنت يعني رأيت السلعة رخيصة ب100 وزدت أنت خلتها 110، وأنت من الأول ما عندك نية لشرائها لكن استرخصتها، فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مصلحة لك ثم تركتها، هذا لا بأس به، أنت خلاص مش هتضر حد. هذا لا بأس به. لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجش. وكذلك لو زدت السلعة من أجل نفع البائع وهو لا يعرف المشتري وليس بينه وبينه شيء، يعني المشتري غريب لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الثمن وهو لا يريد الشراء، عايز يخدم البائع يعني اللي هو صاحب المحل، وإنما يريد أن ينفع البائع. فمثلا قيمة السلعة ب100 فقال هو لا دي ب110 عشان ينفع البائع، يعني لا إضرار بالمشتري لأنه لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء، لكن من أجل أن ينفع البائع يعني. هذا أيضا برضو حرام لا يجوز، وهو من المناجشة التي نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا إذا أراد الأمرين، يعني أراد أن ينفع البائع ويضر بالمشتري، فهذا أيضا حرام، وهو من النجش الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدابروا، سبق الكلام عن التدابر، قلنا أنه تدابر بالقلب وتدابر بالبدن. ولا تقاطعوا، يعني لا يقطع أخ أخاه بل يواصله بحسب العرف وبحسب السبب الداعي للصلة، لأن القريب تصله لقربه، والجار يعني تصله لجيرته، والصاحب تصله لصحبته، وهكذا لا تقاطع أخاك صله.
فإن الله عز وجل يحب الواصلين الذين يصلون أرحامهم، ولا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3. الهجر من التقاطع كما هو معلوم، يعني يلقاه لا يسلم عليه وهذا حرام، إلا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك 3 أيام، لا لأن الإنسان ربما يكون في نفسه شيء لا يعفو يعني على واحد يهجره، له يعني رخصة 3 أيام، بعد ال3 أيام لا يجوز أن يلقاه فلا يسلم عليه، يعني بعد ما يخلصوا ال3 أيام لا يحل لك أن أنت تقابله بعد كده وما تسلمش عليه، لازم تسلم عليه، إلا إذا كان هذا الشخص على معصية، وإذا هجرناه ترك هذه المعصية فنهجره للمصلحة، وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ال3 الذين خلفوا وتخلفوا عن غزوة تبوك، وإلا فالأصل أن الهجر حرام منهي عنه. وأما قول بعض العلماء وهو إطلاقهم أن المجاهر بالمعصية يهجر، فهذا فيه نظر، فصار عندنا الهجر إلى 3 جائز، وفوق ال3 فهو حرام إلا للمصلحة والله الموفق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل خميس واثنين، وذكر نحوه. هذا الحديث حقيقة يعني في تحريم التباغض والتقاطع والتدابر عن أبي هريرة دل ذلك على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بإزالة الشحناء والعداوة والبغضاء بينه وبين إخوانه، حتى وإن رأى في نفسه غضاضة وثقلا في طلب إزالة الشحناء. يعني مثلا هو عايز يصالح صاحبه ومش قادر ان هو يروح له او مستثقل، الامر ثقيل عليه، يعني قال لك يصبر وليحتسب لان العاقبة في ذلك حميدة. تصبر على هذا الامر لان انت عارف ان في اجر كبير جدا في العاقبة يعني. الإنسان إذا رأى في هذا العمل من الخير والشر، من الخير والثواب، سهل عليه هذا العمل، وكذلك إذا رأى الوعيد على تركه سهل عليه فعله. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يعني يصالحه بلغتنا احنا يعني، ممكن مثلا يوكل أو يوسط رجلا ثقة يرضاه الطرفان ويذهب إليه مثلا ويقول: إني أجد بينك وبين فلان كذا وكذا، فلو اصطلحتم وأزلتم ما بينكم من العداوة والبغضاء فلكان هذا خيرا، يعني خير لكم وحسنا وجيدا. يعني مثلا مش هتقدر انت تروح تصالحه، خلاص شوف واحد من أهل الفضل وأهل الكرم والناس الذين يسمع لهم ووكلوا بينكم، وقول له روح قول له إن يعني عايزين نصطلح وكده، وتكون نيتك يعني لله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يصلح ما بيننا وبين إخواننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.